نطلع قطعة مع بعض يا حبايبي نشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي السوا من تحت عامل ازاي اهو، ما شاء الله. شايفين يا حبايبي الكيكه هشه وجميله ازاي؟ بصوا بصوا يا حبايبي هشه وجميله ازاي. حبايبي الحلوين السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل كيكه سهله وبسيطه واقتصاديه جدا. الكيكه بتاعتنا النهارده حبايبي هنعملها للفطار، صينيه كبيره مش صغيره. اوريكم الصينيه يا حبايبي اهي، بسم الله ما شاء الله. صينيه تكفي فطار يومين او ثلاثه على حسب الاسره عندك، بدل ما كل يوم نعمل كيكه او يوم ويوم، لا دي تكفينا يومين ثلاثه زي ما نحب على حسب افراد الاسره يعني، بس دي تكفي فطار يومين اسره كبيره ما شاء الله. تعالوا نشوفوا المقادير يا حبايبي. ايه الكيكه بتاعتنا النهارده؟ بميه بس، مفيش لبن مفيش عصاير، في بس معنا هنا بشر برتقال بس. معايا هنا اول حاجه يا حبايبي 6 حبات بيض، بسم الله 6 حبات بيض اهو. معايا نص المج ده زيت. معايا 4 ورقات فانيليا، ممكن تستخدم 3 بس انا هستخدم 4. معايا 1 بيكنج باودر. معايا كوبايتين سكر، كوبايه النهارده الكوبايه بتاعت المعيار الستانلس ديت، انا هعمل الصينيه بتاعتي ديت لان دي اكبر من الشوب ديت يا حبايبي. الكوبايه دي الستانلس ديت بتشيل مواد سائله اكتر من الشوب ديت، فانا النهارده هستخدم الكوبايه ديت لان الصينيه بتاعتي كبيره. معايا كمان يا حبايبي هنا بشر برتقال دوت، ده بدل العصير وبدل الحليب كمان يعني، هيدي لون اصفر جميل خالص وحاجه طبيعيه وطعم جميل خالص. انا بشرب برتقانه كده، ده بشر برتقانه واحده. البرتقانه بصوره ديت يا حبايبي جبتها بشرتها على اللي هي العيون الضيقه دي، طلعت معايا معلقه ونص بشر البرتقال دوت. الاصفر بس يا حبايبي، ما وصلتش للقشره البيضه. معانا كمان الميه يا حبايبي، ومعانا الخل، ومعانا السكر طبعا. 3 كوبايات دقيق بالكوبايه ديت. يعني ايه 3 كوبايات دقيق؟ يعني نص كيلو بالظبط. انا شاريه يا حبايبي نص كيلو بس، معايره بالكوبايه ديت 3 كوبايات بس بالكوبايه ديت. تعالوا نمشي يا حبايبي خطوه بخطوه ونشوف الطريقه ايه والمقادير بتاعتنا ايه. بسم الله. نجيب الخلاط يا حبايبي، بسم الله. 6 حبات بيض دول يا حبايبي، دول حجم كبير مش بيض صغير. لو هو البيض البلدي بتاعنا هيبقى 7 أو 8. بسم الله الرحمن الرحيم. هضيف الزيت يا حبايبي. كل المواد السائله يا حبايبي هنحطها في الخلاط على بعضيها. هضيف مقدار معلقتين خل، بسم الله كده. لو حابين انتوا تعيروا الخل يا حبايبي عيروه، بس انا عارفه يعني ايه، عارفه انا حاطه مقدار قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الفانيليا يا حبايبي هضيفها على البيض، بسم الله. كمان يا حبايبي بشر برتقان اهو، بسم الله. والسكر دلوقتي، بسم الله. كوبايتين السكر يا حبايبي دول يعادلوا نص كيلو بالظبط سكر، لان الصينيه كبيره. لو حابين الحلو يبقى خفيف ده المظبوط، السكر اللي انا احطه يا حبايبي ده المظبوط. لو حابين السكر يبقى اقل من كده يبقى حطوا كوبايه ونص، مفيش مشاكل، حسب السكر ما بتحبوه في الحلويات بتاعتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشغل دلوقتي يا حبايبي الخلاط. انا لسه ما حطيتش الميه، باقي اخر حاجه معايا الميه. الميه معايا يا حبايبي اهي، ميه من الحنفيه عاديه خالص. اضرب بس البيض والسكر وبعد كده ارجع اضيف الميه. تعالوا يا حبايبي نضيف الميه، بسم الله. ادي كوبايه. دي ميه يا حبايبي بدل الحليب، احيانا ما بيبقاش فيه فرصه ان احنا نشتري حليب وعايزين نعمل كيكه، فنستبدل الحليب بالميه. ولو متوفر الحليب ما شاء الله يبقى تمام برضو، اعملوا الكيكه بتاعتكم بالحليب برضو. خلاص يا حبايبي ضربت المواد السائله كلها اهي، هنفضيها في الطبق دلوقتي مع بعض. بالشكل ده كده نفضي المقدار بتاعنا كويس يا حبايبي من الخلاط. انا مش هستخدم ايدي يا حبايبي، هنا احنا هنستخدم المضرب اليدوي. هقلب فيها شويه يا حبايبي عشان لو في سكر ولا حاجه بواجي كده فيها ادوبها. هنزل بالدقيق يا حبايبي دلوقتي، نص الكيلو كله يا حبايبي انا هستخدمه. انا لسه على فكره يا حبايبي محطتش البيكنج باودر، شويه شويه كده وهقلب الدقيق بتاعي. الصينيه بتاعتي يا حبايبي مش هتاخد ازيد من نص الكيلو.
ورقة البيكنج باودر دي 16 جرام، انا هستخدمها كلها يا حبايبي ديت. اضيف البيكنج باودر بعد الدقيق بالشكل ده كده. باقي الدقيق يا حبايبي. خلاص كده تمام، هعجنها كويس، اربها كويس بالمضرب اليدوي وخلاص كده. خلاص يا حبايبي الكيكه بتاعتنا بالشكل ده كده. خلاص هصب الكيكه يا حبايبي كده. انا دهنه يا حبايبي الصينيه سمنه ومبطنيها دقيق زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بصوا يا حبايبي القوام بتاعها عامل ازاي. بسم الله. انا مولع الفرن يا حبايبي دلوقتي، يا دوب دافي معايا والنار واطي. اول ما ادخلها في الفرن هرفع النار، اول ما تبدا تعلى وتحمر من الجوانب هروح مطيه عليها الفرن. هوطي النار من تحت، مش هولع من فوق يا حبايبي غير لما تشد معايا خالص الكيكه. الشوايه بس هتاخد وش تحتيها. كل الوقت اللي هتاخد الكيكه بتاعتنا ديت، لان الصينيه ما شاء الله كبيره، هتاخد نص ساعه في الفرن يا حبايبي، مش اقل من نص ساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هسوي يا حبايبي الكيكه دلوقتي، انا هدخلها الفرن، بعد ما تستوي هرجع معاكم نقدمها مع بعض ان شاء الله. خلاص يا حبايبي الكيكه بتاعتنا طلعت من الفرن، هي خدت نص ساعه بالظبط زي ما قلت لكم يا حبايبي، يعني من 25 دقيقه ل 30 دقيقه، مش كتير على صينيه الكيكه الكبيره ديت ما شاء الله عليها يا حبايبي. لو حابين يا حبايبي تنصصوا الكميه ديت، اقسموا المقادير اللي انا عاملاها ديت وتعمل في صينيه اصغر من دي اللي هي في الطقم بتاع البوتاجاز، اعمل في صينيه اصغر من ديت شويه، تقسموا المقادير بتاعتها. دلوقتي يا حبايبي انا مش هينفع اقدمها معاكم علشان سخنه خالص، لما تبرد شويه كده نقدمها ان شاء الله مع بعضين. تعالوا يا حبايبي نقطع الكيكه بعد ما هديتها. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كيكه جميله خالص يا حبايبي واقتصاديه خالص ما شاء الله عليها وسهله خالص. بسم الله. بالشكل ده يا حبايبي كده. ريحة بشر البرتقال طالعة ما شاء الله يا حبايبي، جميلة جدا. بسم الله. نطلع قطعة مع بعض يا حبايبي نشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي السوا من تحت عامل ازاي اهو ما شاء الله. شايفين يا حبايبي الكيكة هشة وجميلة ازاي. بصوا يا حبايبي هشة وجميلة ازاي ما شاء الله عليها، اقتصادية جدا وسهلة يا حبايبي، وبالهنا والشفا يا حبايبي ان شاء الله. ده الشكل النهائي يا حبايبي الكيكه بتاعتنا هي ما شاء الله عليها. شايفين عاليه ازاي يا حبايبي ما شاء الله عليها، ودايبه خالص والله. بسم الله ما شاء الله. مع كوبايه شاي جميله كده زيكم بالهنا والشفا يا حبايبي. بس ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير عشان ان شاء الله يوصلكم منه كل الوصفات السهله السريعه ان شاء الله. امشوا يا حبايبي على المقادير مظبوطه، هتطلع احلى كيكه معاكم باذن الله بالهنا والشفا.